انا هنا بقى النهارده عشان خاطر اعلمك ازاي تفتكر اللي بتقراه او تفتكر اللي بتذاكره وبتبطل كلمه اذاكر دي. المذاكره الشبح اللي كل دماغك وانت صغير من امك وابوك. قوم ذاكر قوم ذاكر، ليك مش عارف تلعب قوم ذاكر، قوم ذاكر لك كلمتين، حتى واحد ما يعرفكش اللي بتلعب في الشارع يقول لك ايه تطلع ذاكر لك كلمتين ينفعوك. المدرس مذاكر لك كلمتين، كل كلمتين ذاكر ذاكر ذاكر. ولما تكبر وتفهم دماغك كده وتقول انا عامل ماجستير ودكتوراه وانت كبير ومخلف تلاقي نفسك ايه مضطر تروح تذاكر. انت ازاي تذاكر؟ دي كلمه اذاكر دي المفروض تغيرها، قول ازاي افتكر اللي انا قريته، قول ازاي استفيد من اللي انا قريته او من اللي انا رايح اتعلمه ده. انما كلمه اذاكر دي ذات نفسها لما انت بتاخدها في بالك وفي تفكيرك دي بتنفرك جدا من ان انت تقرا ورقه اصلا. خد بالك ان المنتاليتي والعقليه بتاعت البني ادم هي اكتر حاجه بتخليه يبقى ليه نفس او مش نفس. بص يا سيدي، في حاجه مهمه جدا اسمها هرم ادجار ديل. هرم ادجار ديل ده فيلسوف امريكي عمله، اسمه ادجار ديل. ادجار ديل ده عمل الهرم ده عشان خاطر الناس تعرف ازاي تذاكر او الناس تعرف ازاي تتعلم. عمله للطلبه اللي بتفهم وعمله للمدرسين اللي يفهموا عشان يطبقوه في نظام التعليم عندهم. عم ادجار ديل بيقول لك ايه في الطب فوق ده؟ بيقول لك بقى ايه الحاجات اللي هتفتكرها بعد اسبوعين عن طريق انت ذاكرت دلوقتي او قريت حاجه او عملت حاجه. هتفتكر ايه بعد اسبوعين؟ هتفتكر يعني انت مثلا خلال اسبوعك ده عملت حاجات كتيره، ايه اللي هتفتكره بعد اسبوعين؟ بيقول لك بقى الباشا بقى هتفتكر من اللي قريته 5% او 10% بالكتير. هتفتكر من اللي سمعته 20%. هتفتكر من اللي شفته وسمعته او كان في دلائل مصوره عليه ان انت شفت صور معاه او حاجه زي كده 30%. هتشوف يا عم الحاج فيلم مصور او فيديو عن الحاجه اللي انت بتتعلمها، زي ما تروح تتفرج على الدحيح كده تتفرج على حاجه تعلمك حاجه جديده، هتفتكر منه 50%. حتى الفيلم التافه، اي حاجه إن كانت فيلم وثائقي، فيلم كويس، فيلم تافه، فيلم عن الماده العلميه اللي انت بتذاكرها، هتفتكر منه 50% لان ده سمعي وبصري. وخد بالك ان دي اعلى مرتبه سلبيه. اول ما تخش في الايجابي بقى، اول ما تبدا تكتب اللي انت بتذاكره او بتقراه كده انت بدات تفعل. اول ما يبقى في شيء ايجابي منك ومشاركه منك في المذاكره او في التعليم، المعلومه بتثبت بنسبه كبيره جدا. طالما بدات تكتب المعلومه هتثبت بنسبه 60%. هتفتكر بعد اسبوعين 60% من اللي انت ذاكرته. طيب، طب لو انت ناقشت اللي انت بتذاكره ده مع اصحابك، مع المدرس بتاعك، مع امك، مع ابوك، مع اختك، مع اخوك، مع اي حد حواليك، هتفتكر منه 70%. تفتكر منه كام؟ 70%. طب انت بقى يا باشا لو انت عملت محاكاة للموضوع ده، كأنك انت المدرس وكأنك انت المحاضر، كأنك انت دكتور الجامعة، وجبت صحابك وانت اللي شرحت لهم الموضوع وعملت محاكاة وانت اللي بقيت انت المدرس وانت الشاطر بقى في الموضوع ده، هتفتكر منه 90%. ولو انت كمان عملت بيه هتفتكر 100%. يعني لو انت دلوقتي جيت كده وانت بقيت تعمل الحاجه دي بايدك، اتعلمت مثلا، قريت وشفت وفيديو ومش عارف ايه والكلام ده كله وناقشت وعملت وسويت وبقيت حاضر، جبت انت الحاجه وعملتها بايدك، هتنساها زي 100%. 100%. شوف بقى في كل بقى المجالات. النقط اللي بنحكيها دي كلها مش بس عشان تذاكر، عشان تذاكر وعشان تنجح في حياتك وعشان تنجح في شغلك وعشان تنجح في كل حاجه. القرايه، خد بالك القرايه اقل حاجه في التعليم. اقرا. اقرا. القرايه مفتاح تفتح لك دماغك عشان تبدا بعد كده تتعلم من اللي انت قريته. لازم تكتب في ورقه انا اتعلمت ايه، انا قريت ايه. تبدا تناقش عشان المعلومه تثبت. تبدا تقرا اكتر، تبدا تشوف فيديوهات مصوره عن الموضوع.
تبدا تنزل ارض الواقع عشان تفهم في الموضوع اكتر وتشتغل بايدك فيه لو انت حاجه عايز تتعلمها قوي. وخد بالك من نقطه مهمه جدا، ان المذاكره معتمده في الاول وفي الاخر على حبك ان انت انسان تكون عايز تتعلم حاجه، مش ان انت مقضيها ان انت عايز تذاكر ليله الامتحان ولا كتبت ولا ناقشت ولا عملت كانك بتشرح ولا بتحاضر وهتفتكر حاجه في حياتك. انت تاني يوم هتروح تبخ الحبه اللي فضلوا لك في دماغك في الورقه وتنجح بمقبول ولا تنجح سكند هاند كده اي حاجه، وتاني يوم صباح الخير يا مصر كده انت نسيت كل حاجه، كل حاجه راحت في البطيخه، وتطلع كده بتقديرات تروح تتخرج تقعد مع الراجل في الانترفيو مبلم مش فاهم اي حاجه من اللي بيقولها لك دي، لان انت ولا عندك خبره ولا عندك اصلا تعليم من اللي انت درسته وانت قريته، بيسالك حاجه انت ممكن خدتها في ابتدائي في اعدادي في ثانوي فلسه واخدها اصلا في الكليه قبل ما تجيله وانت لسه فريش ولا فاكر حاجه ولا عارف حاجه. ليه؟ لان انت ما عملتش التدريج بتاع الخبرات العمليه. فاعمل حاج رقم واحد، لما تيجي تذاكر تطبق اللي انت بتذاكره في ورقه وقلم، تناقشه مع اصحابك، تذاكر لهم، وافتكر صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، خيركم للناس انفعهم للناس. وفي حديث تاني، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بمعنى ان انت حضرتك لازم تتعلم عشان تعلم يا معلم. ويا رب تكون استفدت حاجه، واتمنى يعني ان لو الفيديو عجبكم الكلمتين الناس بتقولهم دول لايك وسبسكرايب، والكلمتين دول بقى حلوين بقى يعني كده، يعني عشان خاطر ايه المره الجايه هقول لك حاجه جديده. تابعني.